السلام عليكم، شنو حوالكم؟ نهار جديد معكم كيما العادة والعوايد وكيما استانستوا بيه. ديما نحب نطلع عليكم هكا فيديو نهار نعديه معاكم من الصباح حتى للعشية. قوم على الصباح نبدا نصور لكم في وصفتي شو باش نحضر اليوم. اكيد في الحجر الصحي الناس الكل شادين الدويرة، لازمنا على الاقل هكا نعملوا لهم جو ونطيبوا لهم حويجات يحبوها هكا ولا. خليكم معايا اليوم في نهاري وان شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف ويعجبكم. نبداو بسم الله وعلى بركة الله، وما ننساوش ديما البنات الصلاة والسلام على رسول الله. كما العادة أول حاجة نبدأ بها هي الخبيزات متاعنا في الصباح. بدك تعرفوا عاد يقوموا في عقلهم، قلت يا نحضر خبيزاتي. أول حاجة كي قمت صليت الفجر حضرت عجينتي، خليتها تخمر في عقلها ربيع ساعة ولا هكاك حتى أكثر شوية، ومن بعد بديت نخدم فيها. هذه خبيزتي بالسميد عملتها والفارينة، عملت 400 غرام سميد أرتب، عليهم 100 غرام فارينة، عليهم فنجان زيت زيتونة. فوحتها باللفاحات المعروفة البنات اللي ديما نقولكم عليها، اللي هو حبة الحلاوة بسباس سينوش والملح ما ننساوش. وما ننساوش زادة مغرفة كبيرة خميرة خبز اللي هي بقياسها 10 غرامات، ومغرفة كبيرة سكر. معروفة هي الروسيت وديما نعملها معاكم هيك، علاش ما وريتها لكمش. باهي هكا كلها خبيزة دهنتها بالزيت وحطيتها على الطاجين وطيبتها. نكمل توا خبيزاتي الكل ونحضر لهم الفطيرة ونعملوا هكا شوية زيت وشوية زيتون وباللي كتب ربي. برشا سألوني على فطور الصباح لوليداتهم اللي ما يحبوش هكا، فما صغيرات تبدا ما تحبش تفطر وكل. ننصحك نصيحة معناها كأم، معناها ننصحك باللي كتب ربي عندك موجود، سنسهم وليداتكم ياكلوا اللي يجي، ما تسنسهمش بحاجة بركة وهم يحبوها لا، اللي موجود ياكلوه. كي تجوع تو تاكل. ذي كلمة أمي تقولي ليه هنا عندي فوق الطاولة كان جعت وتمشي تاكلوا، ما عنديش حاجة أخرى. معناها يلزمك باللي كتب ما عندك موجود في الدار تطيبوا وتحطوا، متعملش حاجة فوق طاقتك. بالحق لأمي يلزمها كتصنف وتعمل، أما باللي كتب ربي سنس ولدك باللي يستانس. وبالقناعة بالقناعة سنسهم بالقناعة من الصغرى. هكا موجود عندك خبز اعمل شوية جبن، ما عندكش جبن نعمله غاطس في الزيت. كيف الناس الكلش فيه زيت وزيتون خير وبركة ونعمة. حسيلو ولدك الصغير سنسو بالحاجة هذيك من الأول، باش كي يكبر ياكل اللي يجي، ميقعدش يقولك لا هذيك ما ناكلهاش هذيك ما نعملهاش. فهمتوني البنات؟ ننصحكم هذه نصيحتي. ورغم اللي برشا يسمعوا كلامي وبالحق نشحت معاهم واللي ولادهم ياكلوا فوق الطاولة وياكلوا في الفطير. اللهم صلي على النبي، ان شاء الله ربي يحفظكم. طيبوا تصنفوا لوليداتكم باللي كتب ربي. عيلي ومفطورنا ملوخية البنات. رغم اللي يعني عملتها بالحق في القناة ونجحت مع برشا ناس ومحليها فرحوا بها، يفرح قلوبكم ان شاء الله. باش نعطيكم الطريقة من الاول وجديد للجدد بالطبيعة لأول مرة يشوفها. بالنسبة للزيت أنا ديما نعليه هكا 1 سنتيمتر على الكروانة زيت زيتون. يعني نحط برشا يقولوا لي ماهوش صحي ما نحطوش زيت زيتونة صافي، لا يعني نحط زيت زيتونة وانتي وخيتي دبر راسك. بالنسبة للملوخية حطيت 6-7 مغارف، نقيس بالمغرفة. المغرفة عندي صحن، ذي نحبها تتعلم الملوخية تجيها خفيفة وما تجيهاش رزينة في المعدة. باهي حتى الملوخية كي تبدا عاقدة مش باهية على المعدة ترزنها تجيك خفيفة. حط على صحين مغارفة، فهمتوني؟ حطيت 6 مغارف هكاكا ولا 7 مغارف، خاطر حطيت اللحم بزيد شوية. قلت تقعدشي حتى من غدوة قد ما تبات قد ما خير الملوخية. به ملوخيتي راهي سريعة ماهيش كيما نقولوا البنات تقعد بالبرشا كيما يعملوها، حكاية 2 ساعة ونص بالطيب. كي قمت الصباح فطرتهم ومن بعد أول حاجة بديت بها هي الملوخية. باهي اش قاعدة نعمل هنا؟ الغاز ما حليت عليها، كان ما حطيت الملوخية معناه يعني حطيتها في البارد، ذوبها مليح مليح في الزيت قبل. انا تو بديت تغلي بشويه بشويه، فك زيت سخون عباره زيت سخون، طنجرتك ديما مليانه تغلي بجنبك تو. باهي شو مش نعملوا توا البنات؟ هي تو هاني سخنت لهنا البنات. حبيت نوريكم اللحم متاعي. اللحم متاعي بيت قبل بليله مفوح اموره مريقله. حطيت راس كامل ثوم عليه مغرفه صغيره تابل شويه كرويه ما حطيتش برشا، وشويه ملح. دو بلاش راهو الملح ردوا بالكم خاطر الملوخيه مالحه. تحط الفلفل احمر فلفل اكحل، وتحط مغرفه صغيره متاع قهوه طماطم معجونه، وتخلطهم مليح مليح. هذوم مع بعضهم راني نعملها بلاش بصل، فما اللي يحط لها البصل دبر راسها يعني نحطها بلاش. جربها ميسالش على طريقتي وتجيك في واحد شره بيتها وتو تشوفها كيفاش ياكل اللحم يشرب اللفاح ومورو مريقله. انا نفوح مريقل هذاك
به بنرجعوا للملوخيه. توا سخنك الزيت اللي فيه، توا نبداو بالمغيرفه الاولى. صب في وسطها مغرفه اللوش كيما هكا، صبيتش بق 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 بق، يا لالا تقعد يا لالا تعمل عليها كيف لهنا، وتوسع بالك في التحريك، تخليهش تلصق في طنجرتك ماله، من غير فتلوح وانتي تبدا تحرك فيها بشويه بشويه، ويزيد يقر زيتها، تجي تصب وهو يقر زيتها. هذه هي المريره الاولى. مازالت المريره الثانيه، توسع بالك كان فيها المريره هيك هكا، قدرة ربي سويعتين ونص كيكه وطيب لك، قدرة الاله. به لهنا باش نكمل نوريكم اللي يعني هاني هي تبقبق ومازال ما قرش زيتها كما نحباني. عاد نوريكم وقتاش نحط اللحم. ونرجع ونقول البنات راهو كل وحده بطريقتها في طيب الملوخيه، فما اللي بيتوها، فما كل واحد وطريقته معناها. واللي جرب وتبدل شويه تقول راح نجرب هذه طريقتها بالك تجيني باهيه، والله صدقوني اللي باش يجرب مش في الخساره، قدره الاله. حويجه بركه توسع بيلك كل من الاول هكا في الفازه هذه، بعد سلم امرك لله. لهنايا للا بعد ما مرقتها كيكه مرتين ثلاثه، شفتوا زيتها كيفاش ولا البنات، هذيك كنها تحسها كنها طابت بالعمل، هذيك هو زيتها قر. واني لهنا باش نزيد لها المغرفه الاخرى ونحط اللحم. شوفوا كيفاش عملت عليها كيف، سمي بسم الله ونصلي على سيدنا الف ولا يزيه. توا باش نحط الحماتي، لحم بقري لحم علوش اللي عندك موجود، انا مفوحه ولبس عليه، حطيت له راس كامل ثوم، شبعتها بالثوم. ولو التابل ديما اكثر من كرويه، وساعات ما نحطش كرويه، نحط مغرفه تابل هكا هاو، مصمصك الشقاله اللي انتي مفوحه فيها شو يبقى شي فيها كيف فيه. حط الفلفل الاحمر زاد، حطيت مغيرفه، حطيت مش معناها مغرفه متاع قهوه راهو حطيت، وشويه فلفل اكحل وكهو فيهش حاجات اخرى. فما اللي يحط بصل، فما اللي يحط مثلا نعرفش نقول لكم قشور الليم والحكايه هذيك، لا هذيك اني ما ندورش بها. الران تنقول لكم وقتاش نحطه، حطوا كيف في الاخر يطيب. هيك هي ملوخيتي معروفه، شربوها برشا. واللي هذه ترجع لي تقول لي محليها جاتني تشرف، تبدا فرحانه به. ليش سالش واحد قد ما يعيش يتعلم به. هذه للا قعدت زيدا نمرق فيها البنات ونزيد لها في الماء سخون. وقتاش تو باش نمرقها البنات؟ كي يبدا زيتها يطفطف هكا الفوق، شفتوا زيتها كيفاش طفطف، تقولش عليها طايبه. اي تو امرقها الفم القدره نتاعك. برشا سالوني وقتها يقولوا لي قداش الماء انت على حكم على حساب القدره نتاعك اللي عندك موجوده. تو انت باش طيب ملوخيه طيبها في كروانه صغيره، مو طيبها في كروانه باهيه، لا يلزمك طيبه في كروانه باهيه. لهنا باش نقولها باي بايتو ونسلم عليها ونمشي نخبى لدويرتي. خليها تطيب سله في عقلها، مش في عقلها به انا تقعد تغلي على رويحتها لين تطيب يقر زيتها. خملوا كتوي ولا ننظفوا نغسلوا المعيونات، ندخل للبيوت شويه شويه. الاولاد الحقيقه عاونوني في تنظيف الصاله وكل شيء، ما عنديش برشا تنظيف، شويه معون غسلته وكاهو، ما عنديش برشا حركه الحقيقه. البنات دار نظيفه والاولاد ينظفوا على رواحهم. روتين بسيط. حسيلو البنات فطورنا ملوخيه كما شفتوا. باش نرجع لكم اكيد نعملوا حويجه حلوه للعشويه، حويجه تحبوها برشا وتشربوا معها قهوه ان شاء الله ان شاء الله. حسيلو تو باش نكمل الماعون البنات وندخل للبيوت شويه، كنمسح لهم برويتهم شويه شويه وكهو. وهذه ملوخيتي حضرت اخر حاجه كي قرزيتها وطيب نحط لها وريقه الرند كهو.
خليها دريجه معاها. فما اللي يحط لها فلفل برلعبي، هذاك الكل اني ما نحطوش، نحط كان وريقات الرند يفوحفوحان في وسطها هكا الدريج هكا. اش رايكم؟ ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها البنات اللي ما يعرفوهاش اكيد، واللي اول مره يشوفها. بالنسبه لمتابعيني اكيد يعرفوها البنات وجربوها برشا كما قلت لكم. وربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله تعملوها وتاكلوها بالصحه والفرحه. حسيلو تو باش ناخدو نفطروا، نرجع لكم باذن الله. نعملوا كوكيز ساهل وبنين بنكهه البرتقال. جربوها للعشويه مع قهوه ان شاء الله. نبداو بسم الله في الوصفه نتاعنا المزيانه، الكوكيز بنكهه البرتقال. اول حاجه البنات تخرج الزبده من الفريجيدير، لازمها تكون بحراره الغرفه. 120 غرام زبده، عباره هزيت مغرفتين وشويه، هذيك هي 120 غرام. بالنسبه للسكر المحور البنات نصف الكوب قياسه الكوب 150 غرام. نجم تقول كيكه بين 3 مغارف مليانين سكر محور. غربلها من قبل تجيك الحلاوه معتدله. ديما ذوق، تحب حلاوه اقل نقص السكر، مش حاجه معناها الحلاوه اللي تحبها نقولين. لازمك تخلطهم يوليو كيف الكريمه. اعملها بيديتك باهيه. دخل السكر والزبده مع بعض وحطك العظيمه، اركضها تو مع بعضها. كما قلت لكم الوصفه نتاعنا اليوم بنكهه البرتقال. معناها كان عندك كايبه لي عصرها باش نحيو منها مغيرفتين هكا وبرشها. بالنسبه لي اني ديما نحط القشور الليم على كشوفاش يبداو قرمشوا محليهم. نمشي نرحي دبيبسه، ديما نرحي دبوسي تبدا مليانه. حطيت مغيرفه صغيره وباش نعصر هكاكا مغرفه مليانه كبيره من عصير البرتقال. طمسن عندي، والا شطير كعيبه يزي فيها البركه، ما تكثروش برشا معناها. به شوف باش نعمل اخر، لازمنا نخلطو تو مليح قبل ما نحطو الفارينه. باهي هي راهو الفارينه صب وخلط، لازمك تكون العجينه رطبه. تنوريكم قوامها كيفاه من باش نعطيكم القياس. المره الاولى حطيت الكويس لو الفارينه، لازمنا نغربلوه الكويس لو البنات عليه نصف باكو خميره، معناها 5 غرامات والا ملعقه صغيره متاع اكل. تحطهم في وسط الفارينه من بعد حطيت لها رشه ملح صغيره البنات، رشه صغيرونه، وغربلتها. هذا الكويس لول. تو نكملوا نحطوا الكويس الثاني. اما ديما قبل ما تبدا تحط في الكويس الثاني تخلط. راهي الفارينه انواع، كل واحده وفارينتها. من بعد تنحي المغرفه واستعمل يدياتك هي اللي باش تعرفها بريقله ولا لا. تعطيك القياس الصحيح. باهي لهنا باش نزيد اكيد كاس اخر مليان بالفارينه ونغربلو. ديما غربلوها في الروسيت هذه، تحب تغربيله هكا هو سهله وماهيش صعيبه. تنجم تعملها حتى توا كتقوم تقول نعملها، تعملك طبيق للعشويه زين برشا. ماله كيفاش باش تشرب قهوتك تو. عدي بها العشيه. ان شاء الله بالصحه والفرحه ان شاء الله يا ربي. والله كنت باش نعمل كوكيز بالكاكاو خاطر عملته معكم برشا مرات، بعد جاتني فكره بالبرتقال. والرغم اللي ولادي يحبوه بالشوكولاته البنات، اما حبيت نوتكم بالوصفه هذه اسهل وفي ساعه تحضر زاده. لهنا زدت نصف كاس ريتوني البنات نزيد بشويه، ما نزيدش بالبرشا. وبعد كملت 2 كيسين فارينه استحقت لي الوصفه هذه. تجيك بقدره ربي قد تتحكم فيها بدايتك، تلقاها تكورت وتلمت. وقف صبين الفارينه. باهي البنات ان شاء الله فهمتوها وسهله بقدره ربي باذن الله. كما عودتكم ان شاء الله نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تقعد لكم. ساعات ننسى، الله غالب البنات ما نكتبش في صندوق الوصف، نتاسف معناها وكاو. هكا عملوا لي عاد عمك اللايك البنات هكا تنساوش. نذكركم في اخر الفيديو كالعاده. شفتوا العجينه مزيانه اوبا تكا مزيانها ومحليها كيفاش رطبه تشره. شفتوا لا رطبه ومزيانه. إذا اللي حضرت بيقة نتاعك
هي راهي بكلها زبدة، مش لازم معناها حتى تدهنوا طبق. كان حبيتوا ترش عليه فارينة، ماني عندي البابي ذيك ورق الزبدة ديما نستعمله في الطياب. في الفور نحطوها لهنا البنات على 180 درجة، حطوها في الطابق الوسطاني فيسع ما طيب، هو يحمر وجايها من اللوطة وتسكر عليها، هذه ما تحمرش من الفوق. لهنا كما قلت لكم هي راهي تجيب ليش شوكولاتة. قال لي حث كنت باش نكور على روحي ونكور. كنت باش نعمل تكويره ونروح على روحي، رصات لي وخدي زدت شويه شوكولاته، على خاطر قالوا لي حط لي شوكولاته في وسطها. هيا حطيت، والله ما جيتش خايبه بصراحه، البرتقال والشوكولاته تبع جيت مويتي بعضها. لي اعطت بنا بصراحه، حتى هي شكرا وفات. هيا كملتها حسيت وكملت زينت بها من الفوق. هاي مدت بقطة ونبدأ نزينهم ونحطهم في الفور كيف يتيبوا ونرجع لكم أكيد. هكا ما تنساوش البنات بعد ما تكور الكعبة نتاعك الكوكيز تطرحها هكا بسويبعاتك هكا من الفوق، تحلها شوية نقولوا وتزينها بالشوكولا من الفوق. تنجم تحطوا في وسطها فاكهة، في بلاصة الشوكولاتة تنجموا كعبات لوز، يعني تنجموا تحطوا لوز مهروش في وسطها، تجيكم بقدرة ربي بنينة واحسن للدنيا وما يجرى لها شيء ان شاء الله. باهي البنات هيك هو كمل نزينها توا بالشوكولاتة وندخلها للفرن. كما شفتوا البنات الكوكيز متاعنا طاب وحذر، مش خذيش برشا وقت، ربيع ساعه هكاهو، معناها دوبا ما يحمر من اللوطه كتسكر عليه تخليه هكاكا في الفور حتى دريج، ومن بعد تخرجوا تزينوا فتبيض تاكلوا بالصحه ان شاء الله والفرحه. وقني كالعاده عاد نصدروا كل معلم فوق الطبق ميله واكل كويس تي ونعمل كيفي وجوي وبالفن والدد هكا ولا. واكيد نعملوا تبخيره للدويره ونفوحوها ان شاء الله ديما فرحانين وديما كيكا ملمومين في الخير والبركه. وديما معايا اكيد في القناه بتشجيعاتكم ليا وتعليقاتكم الحلوه اللي نقعد نستنى فيها في كل فيديو. بارك الله فيكم، ما تنسوش البنات مره اخرى نقول لكم اللايك للفيديو يخلي الفيديو ينجح لي. ربي يحفظكم، ربي يرزقكم ويعطيكم الوقت الطيب. نتمنى لكم توا عشوائيه مزيانه، وان شاء الله نتقابلوا في روتين جديد في وصفات جديده. خليكم في ضمان ربي توا في حفظه. اكيد باش نقص لكم شويه من الكوكيز وان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه والفيديو بكل. خليكم نقول لكم بسلامه، باي باي.